قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أوف من نذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيه بيان خطورة الذبح لغير الله، فيه بيان خطورة الذبح لغير الله، لأنه إذا كان لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله دل ذلك ماذا؟ على خطورة الذبح لله. كيف يذبح لغير الله؟ إذا كان لا يجوز لك أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فكيف بالذبح لغير الله عز وجل؟ فهذا الفائدة الأولى من الباب، وهي المهمة، فيه بيان خطورة الذبح لغير الله عز وجل. في هذا الباب فيه بيان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مخالفة أفعال الجاهلية الكفرية، على مخالفة أفعال الجاهلية التي كفروا بها، ومن جملتها الذبح لغير الله عز وجل، ومن جملتها الذبح لغير الله عز وجل. في هذا الحديث طبعا الجاهلية إذا أطلق على ما كان قبل الإسلام، يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مخالفة أمر الجاهلية، إذا أطلقت الجاهلية فتطلق على ما كان قبل الإسلام. ولذلك يعني لا يجوز تعميمها اليوم فيقول الناس في جاهلية، لا يجوز تعميمها اليوم على الناس ويقال الناس في جاهلية، كما لا يخفى عليكم الكتاب المشهور كتاب محمد قطب جاهلية القرن العشرين، عمم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني لا نحكم على الأمة المسلمة بأنها في جاهلية، هذا التعميم لا يجوز. في الحديث أيضا أو في الباب ينبغي بيان أنه ينبغي تجنب أماكن الجاهلية، فلا يخصصها بعبادة، بيان وجوب تجنب أماكن الجاهلية فلا يخصصها بعبادة حتى لا يتشبه بهم ولا ينسب إليهم. فيه وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية، إذا لم يكن معصية. في الباب أيضا بيان مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، لأن الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذه المسألة المهمة وأفتاه عليه الصلاة والسلام، ولكن ينبغي على المفتي أن يتثبت في الجواب بسؤال السائل، لأنه ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل ظل يسأل هذا الرجل عن مسائل، فيجب على المفتي التثبت في ماذا؟ في الجواب وقبل إجابته. النذر بمناسبة ذكر النذر في هذا الباب هو إلزام المكلف نفسه بشيء ما ألزمه الشرع به، كأن يلزم نفسه بصوم ما لم يشرع عليه، ما فرضه الله عليه، أو بصلاة أو بحج أو بعمرة أو ما شكل ذلك، يلزم نفسه ويقول لله علي
أن أحج سنة كذا، أو أعتمر في هذا الشهر، أو أصلي كم ركعة، أو ما شاكل ذلك من أنواع العبادة. فهو الأصل فيه عدم المشروعية، لا يشرع النذر، بل هو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في رواية لا تنذر، وفي رواية أخرى إنما يستخرج من البخيل، النذر إنما يستخرج من البخيل، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من النذر، فإذا وقع النذر وحصل من الشخص فينظر، فإن كان طاعة وجب الوفاء به، ويقدر على الوفاء وجب الوفاء به. وإن مثل هذا الحديث، وإن كان غير طاعة معصية فلا يجوز الوفاء بالمعصية بنذر المعصية، بل ينبغي عليه أن يكفر كفارة يمين عن نذره بالمعصية. في قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، معنى أبدا أي في أي وقت من الأوقات. نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي، لأن القيام هنا بمعنى إيش؟ الصلاة، لا تقم لا تصلي، والقيام ركن من أركان الصلاة دلالة على أهميته. لا تقم أي في أي وقت من الأوقات. ولما نزلت عليه هذه الآية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه قبل أن يقدم المدينة، وهو قافل من غزوة تبوك، أحرقوا ذلك المسجد الذي بناه أهل النفاق، وجعلوه سببا في تفريق الصحابة، وكان ما هدفهم تفريق للصحابة والإرصاد لمحاربة الله ومحاربة رسوله عليه الصلاة والسلام. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، وأرسل الجماعة من أصحابه فهدموه وحرقوه، لأنه لم يبنى لعبادة الله، إنما بني لماذا؟ لمحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، بني على الشقاق والنفاق، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع، بارك فيكم.